اللهم غيرني للأفضل في سلوكي وحياتي وقراراتي واختياراتي قبل مماتي. اللهم امنحني سكينة النفس وصفاء الروح وسلامة العقل والجسد. اللهم حقق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعا أو عبئا على أحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري. طامع أنا بكرمك يا الله، فكرمك لا يحصى ولا يعد. اللهم اجعلني طيب القلب صبورا على تعب الحياة، كريما مبسوط اليد. اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي. اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. يا رب لا تجعل حاجتي أو راحتي ولا سعادتي بيد أحد. اللهم آمين. يا صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدا بقى الفيديو نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا زي ما انتم شفتوا كده يا حبايب قلبي في بدايه الفيديو وفي اول الفيديو، طبعا المطبخ كان عامل ازاي. كل دي مواعين انا كنت غسلاها من بالليل وسايباها تتصفى. المواعين دي بقى كانت بتاعه المحشي، وكانت البولات اللي كنا عاملين فيها تحدي الفشار، وكانت بقى كاسات الحاجه الساقعه والعصير ومجات الشوربه وقوارب البايركس. كانت مواعين كتيره جدا جدا بصراحه، فانا كنت غسلاها من بالليل. فقلت هصحى الصبح كده اروق على طول الشقه وامسك المطبخ انضفه مكان الاكل ومكان المواعين مطرح ما كنت غسلاها. فطبعا انا عشان المواعين سايباها تتصفى على رخامه المطبخ، فجيت عملت ايه، مسكت الدولاب الاول حطيت عليه فوط من فوط المطبخ، بعد كده ابتديت ان انا ارص عليه المواعين. وبالتالي اول ما صحيت الصبح مسكت المواعين كده حطيتها في الدولاب. هنا بقى كنت بشيل الكاسات بتاعه الحاجه الساعه، شلتها في الدولاب وابتديت بقى ان انا انظم كل حاجه مكانها، وهرجع بقى كل حاجه مكانها. اللي حاجه عايزه تتشال في الدولاب والحاجه اللي عايزه تتشال في المطبخ في مطبقيه المطبخ واللي في التربو، كل حاجه هرجعها كما كانت ويمكن احسن من الاول كمان. طبعا كانت المواعين كنت غسلاها من بالليل، والبوتاجاز كمان كنت غسلاه من بالليل، وكل حاجه كنت غسلاها من بالليل ونضيفه وزي الفل. اول ما صحيت كده على طول الحاجات اللي انتوا شفتوها جوه حوض المطبخ دي حاجات كنت حطاها جوه طبق كبير وسايباها تتصفى، لاني ساعتها اليوم دوت بقى ايه، ده كان تاني يوم على طول اللي كنت عامله فيه المحشي. فطلعت بقى ايه، قلت ايه، كان عندي بواقي محشي حبه صغيرين، فقلت بقى ايه، طلعت كيس لحمه مفرومه وطلعت كيس كوسه وطلعت صلصه متسبكه. كانت كل الحاجات دي الحمد لله سهله عندي وجاهزه في الفريزر على طول. عملت رز وعملت كوسه باللحمه المفرومه يعني وكده. انا عملتها قبل كده معاكم مرتين، فما حبيتش ان انا اعملها معاكم تاني يعني وكده. فطلعت الحاجات ديت تسيح جوه الحوض كده اهوت عشان ما تسيحش على الرخامه وتبهدل لي الرخامه ميه. طلعتها تسيح جوه الحوض وقلت عبال ما انا اخلص المطبخ واخلص الشقه بتاعتي تكون الحاجه ساحت، يبقى كده اعمل الغدا على طول. طبعا احنا كنا لسه صاحيين يعني، بصوا ما عملتش اي حاجه ولا شربت حتى النسكافيه بتاعي ولا عملت اي حاجه. قلت عشان بصراحه مش حابه ان انا اشوف المطبخ بتاعي بالمنظر ده. هبتدي بقى ان انا اشيل المواعين الاول، وبعد كده هبتدي بقى ان انا احط الفطار ونفطر، وبعد كده ايه كمان هنشر الغسيل، لان كان عندي غسيل بصراحه كنت مشغله الغساله. عايزه اقول لكم الفيديو ده اصلا قديم، يعني انا مصوراه قديم وكنت سايباه يعني كده اهوت مش بنزله على السوشيال ميديا، عشان كانت في فيديوهات تانية كنت بنزل لكم تحدي وحاجات تانية كنت بنزلها لكم يعني وكده. فالفيديو دوت قديم يعني وكده، فالفيديو ده تقريبا مصوراه من يوم السبت اللي فات يعني وكده. فقلت بقى النهارده انزل لكم روتين، لان بقى بصراحه مش مصوره تحديات ولا مقالب ولا اي حاجه مصوراها. فقلت بقى انزل لكم روتين، وزي ما انا قلت لكم بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اغير لكم برضو ايه في القناه. ولا كل يوم هيكون تحدي، ولا كل يوم هيكون مقلب، ولا كل يوم هيكون روتين، ولا كل يوم هيكون اكله يعني وكده. فان شاء الله باذن الله باذن الله احد يعني ان كل يوم يعني ايه هيكون فيديو جديد متنوع من نوعه يعني ايه كده اهوت. اتمنى بقى ما تنسوش تحطوا لي اللايك، عشان في ناس كتيره بتتفرج عليا وبتنسى تحط لي اللايك. يعني بلاقي عدد المشاهدات غير اللايكات. عايزاكم بقى كل اللي بيتفرج عليا ما ينساش يحط لي اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وغيركم كمان يشوفوا، عشان القناه تكبر بيكم اكتر ان شاء الله وباذن الله. طبعا انا طلعت فوق كده فوق الكرسي ورصيت القوارب البايركس بتاعتي فوق الدولاب كده اهوت من فوق، وهبتدي برضو امسح الرخامه عندي اللي هي بتاعه دولاب المطبخ دي كده، واظبط بقى الحاجه اللي عايزه تتظبط يعني كده، والصواني اللي عايزه تتعدل، يعني شويه ترتيب كده وشويه تنظيم برضو في نفس الوقت. بس الحاجه اللي عايزه تتعدل يعني هعدلها يعني وكده.
هروح بقى عندي هنا اهوت، هبتدي بقى ان انا ارص الحاجه التانية اللي على الرخامه التانية اللي هي الرخامه بتاعه الحوض بتاعه المطبخ. هبتدي بقى ان انا ارص عليها كل حاجه. حطيت الطقم التوزيع، وتحت منه المفرش السيليكون وشجره الورد وازازه البقوليات اللي احنا عملناها. بعد بقى ما نضفت المطبخ وعملت كل حاجه، حبيت بقى ان انا احضر الفطار. قلت بقى ايه، انا حطيت جبنه رومي او جبنه تركي على حسب زي ما انتم ما بتقولوا، حطيت بيفي كده اهوت. وقلت ايه، هنفطر انا وعدي ولؤي، لان بابانا ساعتها ما كانش موجود في البيت، فكنت هفطر انا وعيالي. فبصراحه لما بنفطر انا وعيالي فاي حاجه موجوده بحطها. لما بيكون بابانا موجود يعني وكده، فبصراحه بقى بحمر بطاطس وبحمر بتنجان واعمل فول او فول بطماطم، وافتح تونة، يعني ببقى بصراحة عاملة فطار شعبي أصيل كده ومصري أصيل. ف... فلما بنكون أنا وعدي ولؤي بس، فبصراحة إيه، بنقضيها بقى سندوتشات، بنفطر سندوتشات أو بنعمل بيفي وتركي أو جبن، أو نسلق بيض بس كده، نعمل سندوتشات بيض بالشاي بلبن. يعني على حسب بصراحة، زي ما عدي ولؤي ما بيقولوا هم عايزين ايه، انا بعمل على حسب زي ما هم ما بيقولوا. هم اكلتهم المفضلة اصلا، الفطار بتاعهم المفضل جبنة رومي وبيفي. هنا بقى كنت طلعت بقى كده اهوت، غسلت بقى، وبصوا كنت غاسله كميه غسيل رهيبه، وكان عندي غسيل اكتر من كده بكتير، اللي هو بقى هدوم عدي ولؤي، وانا فستان الخروج بتاعي، و... والجلابيه اللي كنت بصور بيها، و... وكده يعني، وايه، وكمان هدوم خروج كتيره يعني وكده اهوت. بس طبعا انا غسلت ونشرت وهسيبهم بقى كده اهوت، هخلصهم واسيبهم يتهووا كده اهوت. هاجي بقى على المغرب، هاجي بقى ابتدي ان انا الم الغسيل وارجع تاني بعد كده اكمل بقية شغلي. بس انا بصراحة خدت بريك كتير جدا يعني بصراحة. يعني انا كنت اصلا غاسله ومنشره، وكنت غاسله كمان الجلابيه دي في الغسيل يعني وكده. بعد كده خدتها من على الحبل ولبستها تاني على طول عشان اكمل بقية تنظيف يعني وكده اهوت. بس كان الغسيل بقى اتهوى معايا وكنت لميته، لاني اصلا الغسيل عندي بيطلع من الغساله اصلا ناشف، ومبيكونش فيه ميه ولا اي حاجه، بس يا دوبك بس هو ان هو ايه، عايز يتهوى بس كده هوت في الشمس. واليوم دوت كانت الشمس فيه حلوه يعني ما شاء الله، فالغسيل نشف معايا بسرعه واتهوى بسرعه ونشف معايا بسرعه. رجعت لميته بقى على طول، واخدت الجلابيه دي عشان اكمل بقى ايه بقيت شغلي بيها يعني وكده هوت. بس كنست المطبخ وخلاص بقى، رصيت كل حاجة فيه وكله بقى تمام وزي الفل. همسك بقى السجادة وهفرشها وكده، بقى المطبخ بتاعنا تمام وزي الفل ونضيف وجميل. المواعين رصيناها وفطرنا وشربنا النسكافيه بتاعنا. بس ساعتها بقى انا ما صورتلكمش النسكافيه يعني وكده. بصوا اصلا هنا كان المغرب اذن وكانت الدنيا ليلت يعني. هنا في حله كنت بوريها لكم. طبعا عشان ما عنديش مكان في دولاب المطبخ، اخدت الحله اللي كانت على السرير، اللي كنت عامله فيها ايه يا ربي، اللهم صل على النبي. كنت عامله فيها في شهر ساعه التحدي يعني، ده ما بيني وما بين اختي وبنت اختي واخت جوزي يعني وكده. فالحله دي كنت عامله فيها الفشار، فغسلتها ورجعت شلتها فوق الدولاب، لان انا بصراحه ما عنديش مكان بصوا خالص جوه الدولاب بتاع المطبخ ان انا احط فيه حاجات يعني وكده. عايزه اقول لكم في حاجات كتيره والله شايلاها فوق السرير، وقصدي تحت السرير وفوق الدولاب يعني وكده اهوت. فربنا يوسع عليا يا رب ان شاء الله، واعمل مطبخ بقى كبير كده اهوت واشيل فيه كل حاجتي يعني باذن الله. بس السرير التاني كان متروق، لان السرير ده محدش بينام عليه. عضاي ولاي زي ما قلت لكم قبل كده، هم كل شويه بيحبوا يغيروا برضه في نفس الوقت، طالعين لمامتهم حتى في النومه بتاعتهم كل شويه بيغيروا السرير بتاعهم. حبه بيناموا على السرير ده وحبه بيناموا على السرير دوت، فبراحتهم انا سايباهم براحتهم خالص، اللي هم عايزينه بيعملوه في اوضتهم اصلا. يعني ايه ساعه النوم بس اللي هم عايزينه بيعملوه في اوضتهم، يناموا على السرير ده او ده، اللي يريحهم هم بصراحه. فطبعا هم اصلا كل واحد بيحب ينام لوحده، بس انا طبعا في فصل الشتاء دوت فبخليهم هما الاتنين يناموا جنب بعض، بس هم اصلا حابين ان كل واحد ينام على سرير لوحده. بس انا بحب ان اخليهم يناموا جنب بعض عشان احنا في الشتاء ويدفوا بعض وكده، ويبقوا هما الاتنين نايمين جنب بعض، عشان خاطر ما يخافوش يعني وكده. لان هم اصلا بيصحوا في نص الليل على الساعه 2 او 3 كده بالليل، بيجوا لي الاوضه يعني عندي وكده اهوت. بكون انا اصلا حتى لسه صاحيه، بكون لسه ما نمتش يعني وكده، لاني انا اصلا بنام الصبح. بس كده روقت السريرين ومسحت السراحه وعقمتها. ابتدي بقى ان انا اكنس اوضه الاطفال، لان مطرح دي برضو ما كنا قاعدين فيها وسهرانين فيها يعني. كنت قاعده فيها انا واختي وشهد واخت جوزي والاطفال بقى والعيال يعني وكده. فقلت بقى هكنسها، لازم بقى كانت بصراحه ان هي تتكنس يعني وكده اهوت.
وكان عندي غسيل برضو وطبقته وشلته في الدولاب. يعني في حاجات انا بقول لكم عليها بس ما صورتهاش ليكم عشان خاطر بس ايه، ما الفيديو ما يبقاش طويل يعني وكده اهوت. بس طبعا هنا مقعده بقى عضي على كرسي ولؤي على كرسي عشان خاطر بس يفضلوا جنب مني وما ينزلوش يعني وكده. هبتدي بقى ان انا الم الدفايه كده. اوضه الاطفال بتاعتنا خلصت، بس هوريكم بقى زي ما احنا ما متعودين. هوريكم النتيجه بقى في الاخر بعد ما ايه، آه يعني كل حاجه في روقان كده، بعد ما كل حاجه خلصتها يعني في الاخر زي ما احنا ما متعودين يعني وكده. بس مسكت الدفايه طلعتها البلكونه، قلت عشان خاطر بقى انفضها كويس قوي مطرح ما فطرنا واتغدينا وعملنا كل حاجه حلوه يعني بصراحه. بس فهكنس بقى السجاده زي ما انا معوداكم. من السجاده قبل ما اشيلها من الارض لازم ان انا اكنسها الاول. هي عامه زي الفل اهي قدامكم ما فيهاش اي حاجه، عشان خاطر بس ايه الدفايه كانت حاميها يعني وكده. اللي وصل بقى لحد هنا يعني ما ينساش يحط لي اللايك ويكتب لي كومنت يشجعني بيه. مش شرط تكتبوا لي كومنت، بس اهم حاجه تحط لي اللايك عشان خاطر اللايك بيرفع الفيديو يا بنات زي ما قلت لكم. والله والواحد بيتشجع لما بيلاقي لايكات يعني وكده اهوت، وكومنتات الواحد بيتشجع بيها. فارجوكم ما تنسوش تحطوا لي اللايك اثناء كل اللي بيتفرج على الفيديو. ما تنسوش تحطوا لي اللايك. مسكت السجاده كده هكنسها والويها كده اهوت واخليها كده على جنب، مش هشيلها يعني بصراحه، لان هي عامه نظيفه. الدفايه بس هي اللي كانت محتاجه ان هي تتنفض يعني وكده اهو. بس همسك الحاجه اللي على الترابيزه احطها على الكرسي عشان خاطر بقى امسح الترابيزه واعقمها يعني معايا وكده اهو. هلبس الاول الشوزه كانت محطوطه في الارض هلبسها عشان السيراميك يعني والجو ساقع يعني وكده اهوت. بس مسحت الترابيزه رحت بقى وعضيتها كده اهوت في الجنب النضيف ناحيه السجاد. همسك بقى الاوضه كده اهوت عندي هكنسها كلها. وبكده بقى مش هعمل حاجة تاني معاكم. يعني في حاجات كتير انا عملتها في اليوم دوت. عملت الغدا ما جبتوش معاكم، حتى المشروب بتاعي ما جبتوش معاكم، عشان بس الفيديو ايه ما يبقاش طويل كده اهوت وكبير. عايزاكم تكملوا الفيديوهات بقى كده للاخر عشان تشجعونا بيها، وتشيروا بقى الفيديو دوت في كل مكان على الفيسبوك وعلى انستجرام وفي كل مكان يعني وكده اهوت. عايزه اقول لكم بصوا هنا هو عدي ولؤي عايزين ينزلوا، كل واحد عايز ينزل من على الكرسي بتاعي، بس طبعا هم ايه مقعداهم عشان قلت لهم ايه الاتربه يعني اللي كانت على الارض يعني وكده اهو. ماشي يا لوكا حاضر. بس هكنس بقى كده اهوت الاوضه كلها واجمع الاتربه كلها عندي في مكان واحد والمهم بالفرشه والجاروف. بصراحه انا ما مسحتش في اليوم دوت. بس هفرش بقى كده اهوت السجاده، وهفرش كمان الدفايه عليها. انتوا عارفين بقى الدفايه بصراحه بصوا يعني حاميالي السجاده من كل حاجه بصراحه. يعني ايه من غيرها ما اقدرش اعيش. بنفطر عليها، بنتغدى عليها، بنتعشى عليها، وبصراحه بتدفي يعني المكان يعني وكده اهو. بس لان احنا في الشتاء يعني كده، حتى في الصيف اصلا ببقى فرشيه، لاني برضو هي اصلا انا حطاها مش عشان تدفي المكان، انا حطاها عشان هي حاميالي السجاده يعني وكده اهوت. لاني لو من غيرها كنت زماني غسلت السجاده عندي كل اسبوع من عيالي بصراحه. انتوا عارفين العيال بقى وشقوتها يعني وكده. بس هفرش الدفايه كويس قوي، هظبطها برضو من على الجنبين من هنا ومن هنا. وطبعا كده خلصنا بقى خلاص. وزي ما انتوا شايفين بصوا الاوضه، اوضه الاطفال بجمالها ونظافتها وريحتها. عندك معطر بقى كمان حطي، لو عندك كمان اللهم صلي على النبي بخور ولعي. فده او ده عشان خاطر برضو تحسي براحه نفسيه في الشقه، وتحسي ان انت مرتاحه نفسيا من كل حاجه. شقتك نظيفه، بيتك نظيف، نظيف من كل حاجه، فرش سراير الارضيه الدواليب او الموبيليا عندك متلمعه، ان كل حاجه تمام وزي الفل يعني وعندك وكده اهو. كده اوضه الاطفال بتاعتنا بقى خلصت خلاص. تعالوا بقى هنا نروح على اوضه المعيشه ونشوف بقى اوضه المعيشه برضو نضيفه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه. كده احنا اصلا كنا على بالليل، لان انا بقول لكم اخدت بريك يعني لما نشرت الغسيل. رحت اخدت البريك ده اللي اخدته، رحت عملت الغدا. قلت عشان عدي له اي وقت اما يجوعوا يقولوا جعانين يكون الاكل جاهز يعني وكده. فغديتهم ورجعت كملت بقى تنظيف في الشقه يعني وكده اهو. كملت تنظيف في اوضه الاطفال، في اوضه المعيشه، وفي اوضه النوم، وفي في الريسبشن. بس طبعا كل حاجه مخصصه لها الجزء لوحده عشان الفيديو بس زي ما قلت لكم ما يبقاش طويل. كده اهوت اوضه المعيشه عندي خلصت. تعالوا بقى كده ندخل على المطبخ، لاني بصراحه زعلانه على المطبخ بتاعي جدا. في حاجات عندي ضاعت وباظت واتحرقت،
بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بصوا المطبخ هنا طبعا بعد ما كنا اتغدينا وبقى نضيفه زي الفل، وغسلت كمان الطبقين اللي احنا اتغدينا فيهم، وشلت بواقي الاكل في علب من علب التلاجة ودخلتها عندي التلاجة يعني وكده. والبوتاجاز برضو بعد ما اتغدينا اديته مسحة بسيطة ونضيفه. هنا بقى بصوا العين بتاعت البوتاجاز دي، البتاعة بتاعتها السودة من فوق، فجأة لقيتها اختفت، ضاعت من الشقة يعني سبحان الله. يعني مش عارفة راحت فين والله، اختفت مرة واحدة، مش عارفه راحت فين. قلبت عليها الدنيا مش لاقياها. هنا بقى النور الازرق اللي كنت حاطاه في المطبخ بصوا ده اتحرق هو كمان، مش عارفه ليه برضو. الواحد بيقول الحمد لله على كل حاجه بتتكسر وبتبوظ في الشقه. النور ده كان جميل جدا، وكنت بصراحه مرتاحه جدا من نفسيا، من كل حاجه كان مريحني. بحس براحه نفسيه لما كنت بشغل النور. بص النور شغال بس ضعيف جدا جدا، مش عارفه ليه يعني وكده اهو. فهقول الحمد لله. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير واشتراكات وكومنتات كتيرة تشجعونا بيها، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في رعاية الله. واتمنى النهاردة يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا